يلا بينا مع بعض في اليوم التاني. الفطار معانا نص كوباية من الشوفان، عليها ربع كوباية من اللبن، عليها بضاية. هنرش بس شوية فلفل اسود كده عشان زفارة البيض، وهنضربها كويس بالهاند بلندر او باي حاجة عندك. في طاسة سخنة حتة زبدة صغيرة او زيت زيتون، وهتحطي عليها الرغيف وهتقلبيها يمين وشمال وهتلاقيها بقى تمام معاكي. هيطلع بالشكل ده. هنحط بقى زي ما احنا متعودين معلقة من الجبنة الرودس الكبيرة، جبنة الرودس الجولد. حطيت عليها شوية خس، وحطيت عليها بيضايه عملتها برضو بحته زيت زيتون صغيره، وشويه بقى جبنه موتزاريلا لايت كده عشان تديها طعم حلو. في الميكروويف او عايز تعمليها على الطاسه براحتك. في الميكروويف خدت معايا يعني وقت صغير قوي، 30 ثانيه. وكده السندوتش طلع معانا جاهز. قطعي بقى ايه خيارية كبيره كده. احنا كده كده حطينا الخس بتاعنا، عايز تحطي خس مش مشكله، بس رغيف واحد من الرغيف ده هيلكمك لكمه تحفه. عايزه اقولك بقى الجبنه الموتزاريلا مديها طعم حلو قوي، بس اهم حاجه تبقى لايت عشان تقدري تحطي منها الكميه اللي انا حطاها دي. شايفين اصلا الساندوتش طري وحلو ازاي، وعايزه اقولكوا ريحته حلوه قوي. اللي ما بيحبش الشوفان جربيه تعمليه باللبن مش بالميه، هيديها غناوه وطعم تحفه. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ بجد جربوها بالطريقه دي وهتدعولي. نيجي بقى على الغدا. عايزه اقولكوا عامله طاسه مكرونه بالبانيه المشوي خطيره. طبعا الكميه دي تكفي فردين، انا هقولكوا تحت في الكابشن بالظبط الكميه اللي تكفي فرد واحد. ماشي على سعرة 1500 كالوري في اليوم. يلا بينا نشوف عملنا التحفه دي ازاي. معانا كده 3 معالق كبار من الزبادي. طبعا الزبادي ده زي ما قلت لكم انا عاملاه في البيت. البهارات هتبقى عباره عن ايه؟ ملح، بابريكا مدخنه، بهارات فراخ، شويه فلفل اسود، مرقه فراخ، شويه توم باودر، شويه بصل باودر. عايزه اقول لكم البهارات دي بعتمدها في تتبيله الشاورما بتبقى تحفه. شويه زيت، مش متاح معاكي، يعني ما كانش متاح معايا في الوقت ده زيت زيتون، تحطي معلقه صغيره زيت زيتون، وهتمكسي كويس كده المكونات دي مع بعض بحيث ان كل المكونات والمنكهات تدخل في بعض. طبعا في الوقت ده احنا منضفين البانيه ونقعينه بالليمون ومظبطينه ومنضفينه كويس جدا، مصفيينه من اي ميه. وبعد كده هنحطه في علبه صغننه كده، وهنحط عليه التتبيله، ونحاول ندعكه كويس جدا بحيث ان البانيه يتشرب التتبيله كلها. لان انا ما كانش قدامي حرفيا غير ساعه ولا ساعتين واشتغل في البانيه على طول، فانا ادعكي فيه شويه حلوين كده بحيث انك تتبليه كويس. لو معاكي وقت اعمليها قبلها بيوم هتحسي بطعمه تحفه. بس طبعا بما اننا مستعجلين فبنعمل الاكل قبلها بساعه ساعتين على طول. كده احنا خلصنا تتبيله البانيه وقعد معايا ساعتين 3. نيجي بقى على الجريلايه الحلوه دي، هندهنها كده دهنه بسيطه من زيت الزيتون. شايفين هي مش واضحه اصلا. هنستنى اهم حاجه الطاسه او الجريل يسخن معايا جدا بحيث ان انا اول ما احط البانيه تسمعي صوت التش ده علشان البانيه ما ينزلش الميه بتاعته. شايفين واخدين بالكم اول ما حطيت البانيه واضح ازاي ان الجريل سخنه. هحط الكميه بتاعتي كلها على الجنب ده، وزي ما قلت لكم دي كميه تكفي فردين مش فرد واحد. انا بالظبط هقولك كميه البروتين وكميه النشويات اللي تاخديها لحد ماشي على نظام الصيام المتقطع، او مثلا السعرات الحراريه بتاعت يوم 1500 بتعرفيها ازاي؟ انت تحسبيها بقى مع دكتور التغذيه بتاعك، دكتور الدايت، بتعرفي بالظبط كميه الكالوري اللي محتاجه تدخليها لجسمك. كده انا قلبتها على الجنب التاني لما خدت التشويحه الحلوه واللون الحلو ده. بعد كده هطلعها بقى في طبق خارجي. زي ما اتفقنا احنا بنحاول نعمل اكل ينفع احنا الاتنين. انا مش هقف بصراحة اعمل اكل للبيت واكل مخصص ليا، فانا بحاول بقدر الامكان اكون اقتصادية في الحتة دي. اعمل اكل يكفينا ينفعنا كلنا، انا اعرف استفاد منه واكل منه براحتي في الدايت، وفي نفس الوقت البيت يعرف ياكل منه. معايا هنا بصلاية صغيرة هشوحها كده بالصوص اللي طالع من الفراخ. معايا عصير طماطميتين. اللبن انا احتجت بالظبط كوباية ونص من اللبن. لو هنمشيها بمقادير يبقى كوباية ونص من اللبن.
هنقلب كويس جدا كده لحد ما تلاقي المكونات كلها مكست مع بعض. حابة تبدلي اللبن بكريمة طهي مش مشكلة، بس حاولي احسبيها من ضمن السعرات علشان ما توسعش مننا. شوفي كريمة الطهي 100 جرام او المعلقة فيها كام سعرة واحسبيها على اساسها. يعني ما تعقدوش الدنيا في الدايت، خلي الدنيا سلسة معاكوا علشان تستمروا، لكن لو حسبناها بالتنتوفة والكلام ده صدقوني مش هتستمروا. المهم نرجع لموضوعنا. احنا كده بعد ما ظبطنا الصوص هنحط بقى صدور الفراخ اللي احنا شوحناها وحطيناها في طبق خارجي. عايزه اقول لكم هي حرفيا اصلا تعتبر اكتر من نص سوا، هي تعتبر استوت، يعني ممكن تاكليها كده اصلا عادي، بس احنا عايزينها جوسي كده وطريه. ده كله والنار عاليه، انا ما وطيتش عليها. هبدا اوطي اول ما اقفل على الجريل، هقفل على الجريل من هنا، هنوطي عليها من هنا علشان الفراخ تتشرب كده من الصوص وتاخد الطعم كله والغناوه بتاعته. هنا بقى انا بدات اوطي عليها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ استوت بقى طعمها تحفة. طبعا انا سلقه المكرونه على جنب. في طريقتين، عايزه تاكليها بالمكرونه تمام، عايزه تاكليها طلعي كده الفراخ وعليها الصوص وبعدين تعملي جنبها رز ابيض، مفيش فيها اي مشكله. دي تمام تنفع ودي تمام تنفع. كمان الرز سعراته تبقى اقل شويه، بس انا بصراحه المره دي عملتها بالمكرونه عادي جدا علشان ما اعملش صنفي. هنا انا بوريك ان الفراخ خلاص كده تعتبر استوت، بس احنا برضو هنحطها مع المكرونة في الاخر كده علشان الفراخ نفسها تطعم المكرونة. هنا بقى بعد ما حطيت المكرونة مع الفراخ، عايزة اقول لكم طعمها تحفة، انا لحقت اصورها لكم قبل ما تتنسف حرفيا. يلا بينا بقى على احلى سناكس انا بعمله، طبعا مش ببقاش كل يوم، انا ممكن اعمله مرة كده ولا مرتين في الاسبوع بالكتير قوي. تعالى نشوف عملنا ازاي. معلقة كده من اي قهوة سريعة الذوبان عندك، انا استخدمت الجولد، معلقة كبيرة او معلقة وربع. طبعا المضرب ده خطير. انا حطيت شوية مية صغيرين، وطبعا معلقة من سكر ستيفيا او اي سكر انت بتستخدميه كدايت. عايزه اقول لكم المضرب ده رهيب، حرفيا بيعمل لي فوم خطير، انا كنت جايباه من امازون. هنضرب فيه كويس كده لحد ما نوصل للقوام اللي احنا الكريمي الحلو ده، مش سايله قوي ولا تقيله اللي هي الاوفر، لا قوامها مظبوط. بصوا عامله ازاي كده، انا تمام. هنجيب بقى ايه، كوبايه حلوه كده. اللي هيسألني ويقول لي ازاي عامله صوص كراميل مع الدايت، انا عايزه اقولكم انا حاسبه كل السعرات، انا شفت صوص الكراميل الكميه اللي انا حطاها دي هيبقى فيها كام كالوري وحطيتها على اساسها. يعني انا ظبطت الدنيا على اساس السناكس بتاعي فيه كالوري قد ايه. انا خففت من، انا هوريكم العشاء عامل ازاي، انا خففت من كميه العشاء عشان حرفيا اعرف اشرب المشروب ده. كده بعد ما حطيت الكراميل هنحط شوية صغيرين الأول، شوية من ال... مش عارفة هتسموها ايه، الفوم يعني اللي احنا عملناه ده. هنحط معلقتين كده مثلا في الأول، وبعدين هنحط شوية من التلج، الكمية اللي انت عايزاها بقى. اطلعي ده انت رخمة. هنحط باقي شوية من اللبن، وهنحط الكمية التانية بتاعت الفوم اللي احنا عملناها. طبعا اتبقى شوية فوم كده في الكوباية، والله ولا نسيب فتفوتة، نقوم حاطين فيها شوية لبن ونقلبهم كده كويس بالمعلقة وننزلهم برضو في الكوباية. طب والله الحركة دي بص بتبقى جامدة، مفيش ولا حتة فوم في الكوباية.
ما تعملوش زيي وزودوا وقللوا من صوص الكراميل. انا زي ما قلت لكم انا قللت من العشاء، علشان كده انا ظابطه المشروب ده بصراحه. تعالوا بقى نشوف العشاء ده انا عملته ازاي. 3 معالق من الزبادي لايت، وعليها موزايه واحده، وعليها قرفه كده شويه حلوين، ونص معلقه صغيره من عسل النحل. وبكده احنا خلصنا اليوم التاني. لو عجبتكم فكره سلسله 30 يوم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم على خير في اليوم الثالث.